كان يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. في الدنيا كلمة صغيرة قوي بس مفعولها كبير. كلمة لو طلعت من القلب تفتح أبواب فرح كتير، ولو اتنست تزعل القلوب من غير صوت. والحدوتة دي بتحكي عن عصفورة صوتها كان جميل، لكن كانت ناسية الكلمة دي. وفي يوم من الأيام وعلى شجرة كبيرة جنب بيت صغير كانت عايشة عصفورة صغيرة اسمها فيفي. كانت فيفي شقية شوية بس كان قلبها طيب قوي. كل يوم الصبح تصحى وتزقزق بصوت عالي وتقول: صباح الخير يا شمس، صباح الخير يا شجر، صباح الخير يا ورد، صباح الخير يا دنيا. لكن فيفي كان عندها عيب صغير، ما كانتش بتقول شكرا. لو حد ساعدها تطير وتمشي، لو حد اداها أكل تاكل وتجري، ولا مرة تقول الكلمة الحلوة دي. وفي يوم الدنيا شتت والمطر نزل، وفيفي كانت جعانة وبترتعش من البرد. شافتها الحمامة الطيبة وقالت لها بهدوء: تعالي يا فيفي استخبي معايا. راحت لها فيفي ودخلت جواها جنب جناحها واتدفت، وبعد ما أكلت شوية حبوب وبعدها طارت تاني من غير ما تقول لها ولا كلمة. الحمامة بصت وراها وقالت بهمس: سبحان الله، الكلمة الحلوة نعمة. تاني يوم فيفي حاولت تطير بس جناحها كان موجوع شوية كده، وبعدين قعدت تبكي. وفجأة سمعت صوت هادي بيقول لها: مالك يا فيفي؟ أتاريها كانت العصفورة العجوزة. قالت لها بحكمة: اللي ما يشكرش الناس تبخل عليه بالفرح. فيفي افتكرت كل اللي ساعدوها وحست إن قلبها وجعها أكتر من جناحها. وفي اللحظة دي فهمت إن الكلمة الصغيرة كان ليها تأثير كبير. طارت فيفي لكل اللي ساعدوها وقالت لهم بصوت طالع من القلب: شكرا، شكرا قوي من قلبي. ومن اليوم ده كل ما تزقزق تقول: شكرا يا رب، وشكرا لكل حد طيب. وكبرت فيفي وبقت أحلى عصفورة، مش بصوتها بس لكن بكلمة شكرا. ويا حبايب قلبي، الكلمة الحلوة صدقة، وشكرا صغيرة في الحروف لكنها كبيرة في المعنى. والكلمة الحلوة بتفرح القلب وتخلي الدنيا أجمل. افتكروا دايما تقولوا: شكرا لماما، شكرا لبابا، شكرا لكل حبايبي وأصحابي، شكرا لكل حد بيعمل معانا حاجة حلوة. ولو عجبتكم الحدوتة ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتدوسوا على الجرس علشان يوصلكم كل يوم حدوتة جديدة وحكاية أحلى من اللي قبليها. تصبحوا على ألف خير، ونشوفكم بكرة في حدوتة تانية جديدة جميلة من حدوتة صغنونة.